حبيته؟ انت كنت بتلبسي فساتين يعني، كنت مش عايز اقول لا لك بس لا مايا لا لبس لا لا مايا لبست لا ده سهل. تحفه، انا مش قصدي مايا حاجه لبست جميله. حشمة Thank you اكتر حاجه بكتير. حبيبتي. نعم فندم. يعني مايا لما عملت البرنامج لبست حشمة اكتر بكتير. اكتر من رزان؟ بكتير. مين اللي قال الكلام ده؟ لما اتعمل في مصر وانتقد قوي، لما جينا نعمله تاني كانت مايا مخليه بالها قوي انها تلبس مقفول. في الموسم الاول كان يعني كان عايز اقول لك كان اللبس صعب جدا جدا. لا بس رزان كانت اكتر. رزان كانت اكتر. انت اتفرجتي عليه؟ طبعا. شفتيني انا؟ اه لا مفيش حد غيرك عمل. انا بقول ان مايا عندها كونتنت برضو. يعني مايا عندها كونتنت ومضمون وعملت صداقة بين المشتركين، وكانت عاملة علاقة طول الوقت، فكان الكونتنت أقوى يعني. مايا دياب احسن منك، ومايا دياب عملت وعملت لا أنا وعملت بقول وعملت. رأيي كمشاهدة يعني. استاذه ريهام، تعرفي تعملي برنامج في غنى مسابقات وفي دي جي وناس بترقص، تعرفي تعملي دوت؟ احنا ما عندناش دي جي، وما تخليهاش بالبرنامج عندكم بالمحطة. يعني انا بتكلم على استاذه ايوه ايوه رزان. حبيبي. البرنامج بتاعها في أعرف رقص وناس بتطلع ترقص وفي دي جي بتاعها، تعرفي أعرف تعملي؟ أعمله كويس قوي، بس مش بالطريقة دي، بطريقتي أنا. ما بتعجبيش الطريقه بتاعتها؟ فكره البرنامج كده ان هم بيرقصوا وبتاع انت لو عملتيها بحس فيها بس يعني. كلمني بصراحه، انا حاسس ان انتوا يا جماعه كلموا بصراحه، يعني برنامج ما ينفعش تكذب، احلفكم والله لا يعني العظيم. بحس ان ده ممكن يحصل في ديسكوتاك، في نايت كلاب، بس مش في تلفزيون. ايوه كده. يعني البرنامج بتاعك ديسكوتيك. لا ما قلتش كده انا. طب قولي حضرتك. لا يعني بقول ان الشكل ده باللبس بالرقص بكده انا ما غلطتش، بيبقى الشكل ده بتاع حضرتك بتاع البرنامج بتاعك ديسكوتيك. يعني مش لازم عشان يبقى ترفيهي لازم يبقى فيه ابتذال، يعني فاهم. انا مش عارفه بقى ريهام بتتكلم على نسخه بتاعتي ولا نسخه بتاعت لا حد بتاعتك تاني؟ انت، بتاعتك انت. يعني بتقول لك لا نحن معنا دي جي، يعني انا انت داخل، هو النسخه الثانيه لما البرنامج دي بتاعك دي انعمل ابتزاز. حاجه. البرنامج بتاعك باللام. ابتذال. ما قلتش كده. لا انا هقول لك ايه، انا مش يعني البرنامج ريهام. بتاعك انت جاي تهدي لا نفوس لا يعني. لا البرنامج هي بتاعك حالة برأيها. ابتذال. لا لا ريهام مش سعيد بتقول لك برنامج بتاعك انا ابتذال. هتكلم، انا مسؤوله ديسكو. قدام الجمهور اللي شاف حضرته دي نرد الأورنوديل عليها معي، لا انت تهرشوا عليه. يا استاذ رزان، انا ما لا عندناش انت دي طيب، جي لا اما انت طيبه والله. زياده عن لازم، لا اما بتستهبلي علينا وخايفه ترد عليها. ليه بدي ارد عليها؟ هي حرة برأيها. رايها ازاي؟ بس انا مش عارفه بتتكلم عن طب ردي عليها. لحظه، انا برنامجي ما كان في دي جي والناس لا كانت انا مش بتكلم الجمهور على برنامج المسابقات، انا كنت بالظبط. بتفرج عليها في الام بي سي، وكان في حاجات كتير بتروح تقابل ستارز مطربين كبار وكده. كان ساعات بلاقي فيه زيادة في الأداء، يعني مصطنع شوية. اوفر. اوفر. ايه اوفر؟ لا اوفر. انت ليه عايزة تكرهني؟ انا بقول رأيي بجد. عايز اعرف شخصيتها، عايز اعرف شخصيتها. يعني ايه هتستعملني عشان تعرف لا شخصيتها؟ عايز اعرف شخصيتها. ممكن تعرف انت شخصيتها حضرتك بعيد عماله عني تقولي يعني. بترد عليها وبتعرفيها يعني. لا هي انا بتكلم بصراحة يعني. بصراحه هي اللي مش عايزه تتكلم بصراحه، ده بس اللي مضايقني. هل ما طيبه؟ سألتني سؤال سعد لا اتكلم بصراحة. رأي الاشخاص ما فينا نتحكم فيه، يعني ممكن كتير ناس بيشوفوني مثل ما عم بتقول اوفر، بالرغم انه البروجرام هيدا كان هو احلى بروجرام عملته بحياتي، بوبس اند توبس، يعني ده كان احلى حاجة عملتها، وبعديها دي الاورنوديل بس. لا هي زي انت بتتقبل البني ادم اللي قدامك، ما هو في ممثل ناجح اخذ جوائز، ناس بتحبه وناس ما بتحبوش. انتوا مذيعين زي بعض، جالك فيلم مع ريهام سعيد، تعمليه تعمليه وتعليكي ولا لا؟ لا طبعا اي ممثل جامد بيعلي انا ماليش دعوه. ريهام سعيد انا بقول لك على تجربتها في شارع عبد العزيز، حبيتها كتير بصراحه. تعليكي؟ ما هي ما بتتقاسش كده، يعني انه العمل الناجح بعلينا كلياتنا، الورق الناجح، الاخراج الناجح، يزود لك شعبيتك. اذا عملت باخد جمهوره وبتاخد جمهوري يعني هي تعليكي صح؟ قولي لو مش هي تعليق خلاص. لا ما هو عمل جماعي يبقى بنشترك فيه. ولا لا؟ طبعا اكيد ريهام اكيد عندها جمهور هتعليكي. كتير. رزان تعليكي على افيش فيلم في مسلسل في مصر؟ في مصر. لا يعني رزان معروفة، بس أكيد يعني ملهاش جماهيرية أكتر مني في مصر، يعني زي ما أنا لو رحت لبنان أكيد هيبقى العكس. رزان تعليكي ولا ما تعليكيش؟ لا أنا بقول لك لا، ما تعليكيش. خلاص أخدك معايا لبنان، نعمل فيلم هناك نبقى أكيد.
عشان بس سؤال انت معروفه هناك ونجمه بتاع، ايه اللي جابك عندنا؟ أم، حبيت مصر، حبيت مصر تعالي زوريها شهرين و... 3 وارجعي تاني ما لا، تشتغليش. والناس حبتني بمصر والله عطاني رزق بمصر، وانا بشكر الجمهور المصري على محبته. ويمكن في اشياء ريهام ما بتعرفها، انا حبيت مصر وحبيت من مصر، ف وان شاء الله بدي اعمل عائلتي بمصر. وطالما مصر حبتني وفتحت لي دراعاتها والجمهور بحبني، وطالما الرزق رزقة ربنا يعني ما حدا بيعرف وين، فبتمنى انه ضلني موجوده بمصر. يعني انا حقلك شو اللي جابني على مصر. انا كنت موجوده في برنامج البيت بيتك مع الاستاذ الكبير محمود سعد، برضه زميل في النهار وبشكره، ونجوم كتير كبار ببيت بيتك، رزان، تامر امين وخيري رمضان رزان، احنا في رمضان وعايزك تكلمي ما هي بصراحه. دي صعبة قوي. ازاي بقى كنت في البيت بيتك؟ صعب ليه؟ يعني كنت بتعملي ايه في البيت بيتك؟ لا قصدي اقول البيت بيتك برنامج سياسي مصري. لا لا، كان في فقرات في رمضان. ايوه اذا بس اتفرجت دي عليه. بقى الحاجات اللي بتحصل بالعلاقات والواسطة، لا لان لا، برنامج في مش التلفزيون مزبوط. المصري نو. ومليان طب ما مذيعات في مذيعات مصريات مصريات. ناجحين بلبنان كتير وعم بيشتغلوا. زي مين؟ وفاء الكيلاني. لا بس وفاء الكيلاني ما بتشتغلش في لبنان، وفاء الكيلاني بتشتغل لا في ام بي يعني سي يعني واروى كانت ومش بالام في بي سي تلفزيون بتشتغل. الدولة. يعني فكرة ان لبنانية تشتغل في التلفزيون المصري، يعني تخيلي ان انا اروح في التلفزيون استسمعك يا اللبناني استاذ ريهام، نروح فاصل ونرجع تاني. وريهام يا جماعه هتقول رزان انت فعلا رحتي تلفزيون واسطه. عايز رزان بقى تقول لا ما رحتش واسطه ورحت كسرت الدنيا هناك بأمارة عملت كذا وكذا وكذا وكذا. رزان كلمي من قلبك. فاصل ونواصل. ورجعنا بعد الفاصل يا جماعه. ريهام سعيد بتقول رزان انت دخلت التلفزيون بالواسطه. ايوه كده مش كده. يعني فكره ان يبقى في تلفزيون مصري، يعني تلفزيون دوله، اوكي، ويجي منتج منفذ يعمل برنامج في تلفزيون الدوله ده، ويبقى قدامه كل المذيعات المصريات اللي لهجتهم اكيد اقرب للجمهور وطريقتهم اقرب للجمهور. اروح اجيب مذيعه لبنانيه ليه؟ غير لو انا بيني وبينها صداقه او اعرفها على مستوى معين او بتاع، فاجيبها في البرنامج. جابوك ليه واسطه؟ آه. جابوك ليه؟ لا لا، طبعا انا عندي راي مختلف جدا عن راي ريهام. انا يعني المسؤول الكبير عن تلفزيون الدوله هو اللي حب انه يكون في نكهه جديده، خاصه في رمضان. يعني كنت تعرفي انس الفقي يعني؟ لا خالص، بس هو اكيد بيعرفني وبيعرف شغلي. ف يبقى انس الفقي كان معجب بيها اكيد. آه ف كان انا لا، سفيه معجب الناس بيكي؟ كلها بتعجب بشغلنا، يعني مش بتعجب فينا كشخص يعني لا هي اكيد. معجب بيكي شكلك لا لهجتك لا لا، انا ما بعرفه ولا شفته ولا بحياتي ولا مره، ما بعرفه، عمري ما شفته. ف ورمضان هي مثل سبت فاكهه مختلف. حلو انه يكون في حد جديد عنده جمهور، عنده نجاح جديد. وقتها انا كنت سعيده جدا بالتجربه، وحطيتها وسام على صدري يعني، وبتمنى انها تتكرر. ومش بس كده، برضو في الكويت استعانوا في برمضان. هي يعني يعني افكار بروديوسرز بيكونوا محتاجينها، يعني ده لا يقلل من قيمه المذيعات المصريات بس اللي هم برضو كويسين المخرجين جدا. والمنتجين بيحبوا اللبنانيات عشان منفتحين، يعني بيقدروا بيبقى فيه علاقات ستوب ستوب شخصية يا استاذ، يخرجوا ستوب يا يروحوا استاذ. يجوا. ايه ده حضرتك؟ ايه منفتحين دي؟ منفتحين مش لا دي منغلقين كلمه كبيره زينا. حضرتك، ما ينفعش دي ليه؟ يعني عارفه ايه منفتحين حضرتك؟ منفتحين يعني ممكن مثلا يبقى في علاقة بالمخرج، يخرجوا بعد الشغل دي مش كلمه عارفة قله ايه. الادب حضرتك، ازاي ليه اطلعنا؟ كلمة قلة الأدب؟ انت عايزانا اطلعها كده لا مش؟ خالص، منفتحين open minded يعني. ايه مش الكلمه اللي قلتها مش بالانجليزي مش دي كده حاجة عشان انا دبلوم صناعي؟ يعني مداركهم منفتحة يعني. سعد مش دبلوم هعلمك متفتح انجليزي دلوقتي يعني. هي الكلمه دي انا اخدها يا استاذ، دي هي كلمه قله ادب يا استاذ. يا ابني ما تقولش قلة أدب دي بس عشان ما قله ادب انت متفتحين اللي قليل يعني. الأدب. يعني ايه قلة أدب؟ يعني سهله، ما تقولش قلة أدب. يعني سهله، يعني عارفه اللي احنا بالبلدي كده يقول لك ايه البت دي سهله، اعمل لها كده هتيجي. منفتحين لا يعني سهله. سهلة دي عندكم انتوا بقى، أنا ما قلتش سهلة دي. عندنا مين؟ ما انت من مصر حضرتك، ودي ضيفتنا فما والله أنا ينفعش بقول رأيي يعني أنا بقول لك هم هو بيشتغلوا انا كده. بتكلم حضرتك لحضرتك ولا للكرسي؟ ولا مش فاهم لا حضرتك. يا حبيبي، بس ما هو انا يعني انا مش عايزه برضو اخلي ريهام سوري ريهام، ما قصدي، بس انت عم توقعي ب ب ب ب سوري على اللفظ،
بخطأ التعميم. يعني انت يعني ما بدي اياهم ياخذوا عنك فكره، في لبنانيين كثير عم بيتفرجوا على البروجرام ومذيعين كويسين والله زي ما ونجوم قلتي كويسين. اللبنانيين دول 3 مليون، فمش 80 مليون اهم يعني. مش فارق معاكي؟ لا كل الناس احنا ما بنفرق ما بين بيفرقش بعضنا. معايا خالص. لا يا للدرجه بس دي مش فارق معاكي؟ يعني في الوطن العربي كله لا، ما هي بيتفرج برضه علينا، لما يعني ما جاتش انا اسفه برضه اني يعني بقول مش لك مش أنا مش هعارض هصلح رأيي لك. عشان اكسب جمهور يعني. لا مش حكايتك، بس ما لما بتقولي انه اللبنانيين منفتحين يعني بس دي المصريين حقيقة. منغلقين، ما هو ده مش لا دي مزبوط.